نصايح مهمة جدا بقى في رمضان، نصايح ذهبية للناس اللي بتاخد حقن بديلة التكميم علشان ما تضخش وعشان ما تهبطش وعشان ما تتعبش وعشان الحقن تجيب نتائج كويسة معاها. أول حاجة ناخد frequent meals، ناخد يعني وجبات متقطعة، وما ناخدش مرة واحدة كده كمية أكل كبيرة، رغم إن إحنا مش هنقدر، لأن ده هيخلينا لو غصبنا نفسنا على الأكل نرجع ويبقى في vomiting مش طبيعية يا جماعة. فتكر دي أول حاجة. تاني حاجة نخلي بالنا إن أكل الحلويات الكتير قوي ممكن يعمل تقلصات وكرامبات ويزود الفوميتنج، فهناخد حلويات مفيش مشكله بس بكميات اقل علشان ده ما ياثرش سلبا علينا يقلل من النتيجه ويزود من الاثار الجانبيه للحقن. طيب اهم حاجه كمان ان احنا نتجنب المخللات لانها هتزود الجفاف عندنا، وده غلط مع الحقن او لا يفضل يعني. مهم جدا نشرب ميه كتير قوي من 8 ل 12 كوبايه، وكمان مهم جدا ان احنا نتسحر بروتينات ونشويات معقده علشان ما نهبطش تاني يوم.